الملك خفرع ما كانش بس بيبني هرم، كان بيوصل بينه وبين المعبد الوادي بممر. بس الغريب إنه متجنح شوية عشان في حاجة في المنطقة دي. تفتكروا إيه؟ بعد الملك خوفو بيتولى ابنه جدفرع، وبيبني الهرم بتاعه في أبو الرواش. ده من الغريب، ما بيبنوش في الجيزة وبس، وما بيعملش إنجازات بسيطة وبيختفي من التاريخ فجأة. بعد موته بيكمل أخوه خفرع الاتفاق اللي كان بينهم، لأنه بعد موت الملك خوفو قعد أولاده خفرع وجدفرع مع بعض، واتفقوا إن جدفرع هو اللي هيحكم الأول وخفرع هيحكم من بعده. وبعد موت جدفرع تولى خفرع ليكمل مسيرة أبوه وأجداده في بناء الأهرامات الضخمة، وبيبني الهرم الثاني في الجيزة بارتفاع 136 متر فاصل 4. وساعات كتير بيحصل لبس، ناس بتفتكر هرم خفرع هو الهرم الأكبر، وده بسبب موقع بنائه، لأنه مبني على حتة أعلى من هرم خوفو وزاويته أكثر انحدارا بفرق درجتين، فده بيخليه يبان أكبر. بس الصح الهرم الأكبر هو هرم خوفو. ومن الحاجات المميزة في هرم خفرع باقي الكسوة اللي على القمة. والجزء الصغير ده عرفنا حاجات كتير قوي، زي إن الأهرامات ما كان شكلها كده زمان، ده كان ليها كسوة بيضة مصنوعة من الحجر الجيري الأبيض اللي جاي من طرة، وكان على القمة زي ما قلنا قبل كده هرايم من الإلكترون. فطبعا كل ده كان بيحول الهرم إلى الهرم الأملس. وكمان لازم ما ننساش دور الهرم الحقيقي اللي هو تجسيد أشعة الشمس، بتبدأ من أعلى نقطة في الهرم وبعد كده تنزل على باقي الهرم. ولما كان لونه أبيض خلى كأن أشعة الشمس بتنزل بين السحاب. من أول حكم سنفرو ازدهرت أسطورة بتقول إن الشمس هي تجسيد للإله رع الذي يظهر في الشرق ويسافر خلال السماء في القارب المقدس إلى الغرب عشان تنتهي دورة الحياة اليومية لما بتبلعه الإله نوت إلهة السماء ليسافر إلى العالم السفلي عالم الأموات، وبتولده تاني كل فجر. وده كان فكر المصري القديم في هذا الوقت. ومن هنا بقى قرص الشمس هو رع، والشمس في عز الظهر هي رع حور أختي أو رع في الأفق. الملك خفرع ما كانش بس بيبني هرم، كان بيوصل بينه وبين المعبد الوادي بممر. بس الغريب إنه متجنح شوية عشان في حاجة في المنطقة دي. رع حور أختي أو رع في الأفق، المعروف باسم أبو الهول. الاسم ده بيطلق عليه بسبب لما العرب دخلوا مصر كان التمثال مخيف بالنسبة لهم، فأطلقوا عليه اسم أبو الفزع واتحرفت لغاية ما بقت أبو الهول. من بعد الدولة القديمة أهمل أبو الهول لدرجة إن الرمال غطت جسمه كله ومبقاش ظاهر غير راسه. لغاية كده في يوم كان بيصطاد أمير شاب في الجيزة وراح نايم شوية تحت راس أبو الهول. ساعتها ما كانش ظاهر من أبو الهول غير راسه، كان كله مدفون تحت الرمل. وحلم من أبو الهول جاله في الحلم وطلب منه أن طلعه من تحت الرمال، ولو عمل كده هيبقى ملك مصر. وفعلا الأمير بيطلع أبو الهول من تحت الرمال وبتتحقق نبوءة أبو الهول، والأمير بيبقى الملك تحتمس الرابع. وبعد فترة بيدفن أبو الهول تاني تحت الرمال، وبيحاول اليونانيين والرومان بس مش بينجحوا.
وبيفضل الوضع كما هو لغاية ما عالم المصريات العظيم دكتور سليم حسن سنة 1939 بينجح أخيرا في إخراج أبو الهول. وفي معبد الوادي سنة 1858 بيكتشف أوجست ماريت تمثال جميل من الديوريت لخفرع. الجميل لو بصيت على التمثال من الجنب هتلاقي حورس على كتف الملك بيحميه وتحس بالعظمة، ولو بصيت للتمثال من قدام مش هتشوف حورس، كأنه مش موجود أصلا، وده دلالة على عبقرية النحات المصري القديم. وبالمناسبة ده التمثال اللي على 10 جنيه. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن تماثيل الملك خفرع. اللي راح المتحف المصري في التحرير شاف التمثال ده. تمثال من أهم التماثيل الموجودة للملك خفرع، ومعمول من الديوريت، التمثال مليان تفاصيل. هنا جايبين وشه بس، لكن التمثال كامل مليان تفاصيل. عظمة التمثال دوت ايه؟ ان كانت القاعدة بتقول ان هم بينحتوا في الجرانيت بالديوريت، لان الديوريت اصلا. مرة واحدة لقينا تمثال كامل منحوت من الديوريت. الله، امال نحتوه بايه؟ بالديوريت برضه. فابتدينا نقول الكلمة دي ان هم لا بقى يستخدموا الديوريت عشان لا يفل الحديد الا الحديد. فاحنا كنا بننحت الديوريت بالديوريت. بس الفكرة ان في تفاصيل زي جناح حورس زي ما انتم شايفين، زي عينين حورس، زي ودان الملك، زي النمس، زي ايه ده؟ معمول ازاي بالدقة دي؟ الله اعلم، الله اعلم. لقينا فين ايه؟ الماس يقدر، بس ما كانش عندنا ماس. والحديد ما يعملش النحاس. الحديد ده في الهناك، ده بقى في الهناك. الحديد ايه والنحاس ايه؟ ده النحاس ده لما الواحد بيتك عليه شويه كده بيجي فيه. والحديد لا خالص اضعف. بس خلينا وبعدين احنا كمان كدوله مصريه عرفنا الحديد متاخر. كنا بنعرف الحديد نيزكي، كناش متاخر مش جديد. تمام. التمثال ده لقيناه فين؟ لقيناه في معبد الوادي بتاع خفرع اللي موجود عند الهرم بتاعه جنب ابو الهول. مش لوحده، لقينا معاه كذا تمثال تاني كانوا محطوطين كلهم بنفس السيستم، كلهم نفس السيستم دوت. الملك قاعد وايد مفروده وايد مقبوضه، والاسدين موجودين على الجناب بتوعه، وحورس كان بيبقى على دماغه من فوق. هنا الدماغ مكسوره للاسف. الثاني هو المكتمل، لان عندنا نظريه بتقول ان قرص الشمس طالع بيحميه اسدي الزمان الامس والغد، اللي هم عندنا كانوا تفنط وشو بيحموا اتون. ادي تفنط وشو وادي اتون. فبقى الملك كان هو معبر عن اتوم، فلان اتوم هو المعبود اللي خلق نفسه بنفسه وعاد للحياه، عنده امل ان هو كمان يعود للحياه. وبالشكل الثاني لما بيجود حورس ورا ظهره وماسك دماغه، بيبقى حورس موجود، والكرسي نفسه هو ايزيس، ويبقى هو اوزوريس. ولان اوزوريس هو المعبود الذي مات وعاد الى الحياه، انا كمان هموت واعود للحياه. في الدوله القديمه ما كانش عندهم الوضع الاوزيري. في الدوله الحديثه كان عندهم، قصدي في الدوله القديمه كان عندهم التشبيهات اللي زي دي، الميتافور اللي بتحصل. انما في الدوله الوسطى ابتدى يظهر الوضع الاوزيري بقى، فبقى انا زي اوزير بالظبط. طالما اوزير عاد الحياه، انا كمان هعود الحياه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ده احد التماثيل اللي بنلاقيها. بصوا بقى، شايفين الخرطوشه؟ فين شروق؟ شروق مشيت، ذات الشروق ادي اهي. خع شروق يعني اف رع، يبقى خفرع. ادي خفرع. لو بصينا مفيش 6 باكس، كانوا اسمهم حلو من غير 6 باكس. ده سؤال حلو، انا نسيت اقول دي والله. عند رمسيس الثاني من اهم المواصفات الجسديه عند المصريين القدماء على مستوى جمال الراجل او تناسق الراجل او وسامه الراجل، انه ما يبقاش عنده كرش وما يبقاش عنده 6 باكس. ياي احنا مش بتوع الحاجات دي. احنا عندنا بطننا تكون مستويه تمام، ما فيش كرش ولا بتاع، وما فيش 6 باكس، نبقى زي الفل يا رجاله. لكن بعض الناس كان بيبقى فخور ب6 باكس، يعني عضلات البطن. لكن بعض الناس كان يحب ان هو شكله يبان بكرشه عادي. تبص تلاقي نقاع عبر عمل تمثال وبسم الله فخور بحبه. وده شكل مهم جدا عند المصري القديم. لما نرجع تاني واحنا نازلين، افتكروا بصوا على التمثالين البطلمي، هتلاقوا ان شكل الست فيه فجاجه شويه في الصناعه عكس المصري القديم كله، وهتلاقوا ان الراجل وكانه هيعمل 6 باكس في درجه من الدرجات، كان في كده مختلفه عن المصري القديم. تاني ده خفرع، وهنلاقي دوت خفرع، وهنلاقي دوت خفرع برضه. بيموت الملك خفرع، بيتولى بعديها ابنه منكورع. بيبني الهرم بتاعه جنب هرم خفرع بارتفاع 62 متر،
ولو لاحظنا هنفتكر ان ده كان نفس ارتفاع الهرم المدرج. يعني احنا عملنا الهرم المدرج ونعتبره كانه ليفل 1 62 متر. بعد كده عملنا اهرامات سنفرود 3، بعد كده هرم خوفو، بعد كده هرم خفرع، بعد كده نلاقي فجأة رجعنا ليفل 1 تاني. بعديها بيؤمر الملك ان كسوة الهرم تكون من الجرانيت الاحمر اللي في اسوان. هنحس ان ابتدى يبقى فيه يعني ايه، انت مصرفتش على طول الهرم بس كلفت. ماشي لغايه دلوقتي هنقول كده منطقي. وفعلا بيروح العمال وبيكسوا لغايه نص الهرم، وفي نص الهرم بيؤمر الملك تاني ان باقي الكسوه تبقى من ترى. بيموت الملك فجأة قبل الانتهاء من المعبد الوادي الخاص بيه، وللأسف سوء الحظ ملازم الملك منكورع حتى بعد موته. يعني بين قوسين انت فقر يا منكورع. سنة 1837 بيكتشف هاورد فايس عنكبوت بازاتي في غرفة الدفن الخاصة بمنكورع، ووصفه بأنه جميل بلونه الأسود. وبعد هذا الاكتشاف تم نقله على سفينة اسمها بياتريس، بتغرق في البحر المتوسط قبل ما توصل لبريطانيا، وبنخسر تابوت الملك منكورع للأبد. ودلوقتي هناخدكم في رحلة إلى غرفة الدفن للملك منكورع. الصعبة اللي هو شافها، اللي جاي كان أصعب. استنوا الحلقة الجاية في مكان ولغز وقصة جديدة. استنوني.